السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. غنحضروا اليوم تحليه او ديسير كيجي اكثر من رائع وكيجي هكا يعني اقتصادي. دير هاد الوقيته ولذيذ بزاف. قبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير ما تبخلوش عليا بلا لايكاز ديالكم والاشتراك معايا في القناه لاول مره كيزور القناه والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. فغادي نحتاج هنا نصف لتر ديال الحليب، وعندي سكر سنيده، فغادي نحتاج 2 معالق كبار عامرين ديال السكر سنيده. ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، فانا درت 2 معالق جاوني القياس هو هذا، يعني جاو محلوينش بزاف وما مسوسينش. وغادي نحتاج 2 معالق كبار عامرين ديال مايزينا، او يمكن نعوضوهم هكا بكريم باتيسري حتى هي كتجي زوينه. وغادي نحتاج انا الماء الزهر، فغادي نكه هكا بماء الزهر كيجيو على شكل مهلبيه، كيجي مذاق ديالهم زوين. صافي غادي نديهم هكا فوق عافيه حتى كتعقد لينا الخليط. صافي ثم غادي نجيب هكا كيسان او ليفيرين، غادي ندير غير القياس، ما غاديش نعمر الكؤوس بزاف. صافي وغادي نحتاج هكا واحد الكميه ديال الفريز، تقريبا 8 ديال الحبات ديال الفريز. ثم غادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده و2 معالق كبار يكونوا هكا بومبي عامرين ديال نشا الذره، يمكن نعوضوهم بكريم باتيسري. صافي ثم غادي نحتاجوا لجوج كيسان ديال الحليب، دائما العبار كنعبر بكاس العنبه. صافي غادي نضيفوه على الفريز وغادي نطحنوه مزيان في خلاط كهربائي. ثم غادي نصفيو الخليط ديالنا باش يبقى يجينا هكايا التحليه ديالنا تجي ليس، ما يجيش فيها هكا ديك الحبيبات ديال الفريز. صافي وغادي نخليوها هكا على جنب من بعد ما الطبقه الاولى راها بردات. في هذه المرحله البنات نكونوا مقطعين هكا واحد الكميه ديال الفريز قطع اللي هما صغارين بهذا الشكل هذا. فمن بعد ما كتبرد لنا الطبقه الاولى فكنضيفوا القطع ديال الفريز، ثم غادي نوضعوا يعني الطبقه ديال الفريز اللي طحناه ودينا هكا من فوق نار اللي كتكون متوسطه، يعني حتى كيعقد لينا يرجع بهذا الشكل هذا. فمباشره كنصبو هكا في الكيسان ديالنا والخليط كيكون هكا باقي سخون، يعني الا خلينا هكا غير دفا شويه فكيجمد وما غاجيناش التحليه الشكل ديالها زوين. صافي والكميه اللي بقات ليا فكنديرها في هاد الكؤوس هادو. ثم كنجيب هكا تقريبا واحد 3 ديال الحبات ديال الموز، كنقطعوهم دوائر بهذا الشكل هذا وكنعصر عليهم واحد نصف حامضه غير باش ما يكحاش لينا البنان. صافي ثم كنستفوه في الكؤوس ديالنا بهذا الشكل هذا وكنزين بالمكسرات اللي عندي، يعني اي مكسرات موجودين عندنا يمكن نزينوا بهم. فانا عندي هنا شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز، فكيعطيو مذاق لهاد الديسير او هاد التحليه مذاق رائع. انا اكيده الا جربتوها التحليه هذه راه اقتصاديه وكتجي رائعه بزاف وكتجي بنينه. انا اكيده تعجبكم وتعجب وليداتكم. صافي وغادي نخليوها في الثلاجه من بعد ما كتدفى هكا، يعني كندخلوا الكؤوس ديالنا للثلاجه كنخليهم حتى كيبردوا مزيان. فهي من الاحسن نديروها هكا بالليل وحتى الغدا في الصباح نقدموها او نديروها هكا في الصباح. صافي ونزينها بشويه ديال كريم كراميل. فبالنسبه للتحليه الاولى فانا زينت بكاوكاو كونكاسي، يعني يمكن لكم تقطعوا هكا غير فريزه شرائح اللي رقاقين تزينوا بها، يعني دائما كيبقى لكم الاختيار داكشي اللي متوفرين عليه غادي تقادوا به وتزينوا به. صافي المهم البنات فهو هاد التحليه هذه اقتصاديه، يعني بنسيطرو ديال الحليب و2 كيسان ديال الماء فكنخرجوا كميه اللي وفيره ديال التحليه وكتجي بنينه بزاف، مذاق كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوها. وإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش او ما تبخلوش عليا بلايكاز ديالكم واشتراك معايا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. فانا كنبين لكم هنايا الشكل ديالها وهي راه مازال يعني ما برداتش، يعني ضروري نخليوها تبرد مزيان باش كتجينا هكا زوين.